هقدم لكم النهاردة طريقة عمل بطاطس محمرة بمعلقة زيت واحدة. عارفين الزيت ده هو ايه؟ هو زيت الزيتون، واحنا عارفين ان زيت الزيتون غني بأوميجا 3 اللي هي فيها مضادات الأكسدة واللي بتحمي جسمنا من الأمراض الخطيرة، وخاصة أمراض السرطانات وسرطان الجلد، وهو من أخطر أنواع السرطانات. كمان ان هو بيقوي مناعة الجسم وبيحمينا من هشاشة العظام، وكمان بيعمل على سلامة القلب وشرايينه. انا بجيب البطاطس بقشرتها وببدأ ان انا اسلقها 3/4 سوا، وعندي بابريكا وزعتر وكركم وملح وفلفل وكمون وكمان كزبرة، وعندي بقدونس متقطع مع 2 فص توم مهروسين ومعلقة زيت زيتون. انتوا عارفين البطاطس المسلوقة دي بتنفع جدا في الدايت، وفي دايت اللي هو دايت البطاطس ده جميل جدا وبيخسس، لان احنا عارفين البطاطس كل ما كانت مسلوقة ومعلهاش ملح او الملح بتاعها قليل، ده بيساعد في انها بتخرج كل السموم من الجسم. وكمان هي فيها الياف فبتخلينا نحس بالشبع لفترات طويلة. البطاطس، السعرات بتاعة البطاطس الواحدة المسلوقة او المشوية بتبقى من 80 ل 100 سعر، لكن لو كلت 15 شريحة شيبسي بتبقى فيها 200 سعر، يعني الضعف بالظبط. فليه ما ناكلش اكل صحي؟ كمان البطاطس المسلوقة تخيلوا فيها قد ايه؟ الواحدة فيها حوالي من 3.71 جرام بروتين. احنا عندنا البطاطس اللي بتبقى لونها اصفر لما بنيجي نشتريها بتبقى القشرة بتاعتها صفرة، دي بتبقى نسبة البروتين فيها اعلى من اللي بتبقى قشرتها بيضة. انا بقطع البطاطس 4/4 بالمنظر ده، وببدأ ان انا بجيب صينية، بس قبل ما بجيب الصينية بتاعتي واحط عليها ورقة الزبدة بجيب الزيت بتاعي واحط عليه الكركم والملح والفلفل والبابريكا والكمون والكزبرة الناشفة، وكمان شوية من الكركم. بقلب كل الخليط مع بعضه، طبعا الملح بضيفه، وببدأ ان انا اضع البطاطس بتاعتي على صينية عليها ورقة زبدة عشان بس ما تلزقش. وانا كان ممكن ان انا اقلب كل المحتويات دي في طبق، ولكن انا عشان ما تتكسرش مني البطاطس وتبقى شكلها مش حلو لانها طبعا مسلوقة. بجيب البطاطس وبفرشة كده ببدأ ان انا اغطي كل البطاطس من الوجه بتاعها بالخليط اللي انا عملته او بالصوص اللي انا عملته، وما بحطهاش بقى في الحالة دي في الفرن، لا بحطها تحت الشواية عشان تاخد اللون اللي هيطلع معانا دلوقتي، اللون الجميل ده. بص منظرها شاهي وجميل ازاي. تخيلوا انا دلوقتي مش حارمه نفسي في الدايت ان انا اكل بطاطس محمره بمعلقه زيت واحده. كلت بطاطس محمره طعمها حلو، وما استهلكتش زيت كتير، ولا هيأثر على قلبي ولا على شراييني. يبقى انا كده ممكن اعملها في الفطار، ممكن اعملها في الغداء مع بيض او مثلا قطعه من الفراخ وطبق سلطه. يبقى انا كده خدت وجبه كامله. إن شاء الله تنال إعجابكم وجربوها. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.